السلام عليكم. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير. نتمنى ان فيديو اليوم يلقاكم نتوما في صحه جيده وانا ادعوا معايا بالشفاء. اول حاجه الحمد لله على كل حال. انا البنات مصابه بالفيروس اللي تعودنا عليه ولينا متعايشين مع هذا الفيروس هذا اللي هو فيروس كورونا. اول حاجه غنقول لكم غنبقى بالكمامه طيله هذا الفيديو. كيف ما نتوما عارفين معظم البنات عارفين عندي وليداتي وخايفه عليهم بزاف، لهذا البنات كنخليها ما كنحيدهاش نهائيا. انا مسد على راسي بوحدي هنا في بيتي. ادعيو معايا بالشفاء، ادعيو معايا بالشفاء البنات. 40 دعوه مستجابه. الورا البنات كلكم غاديو تعرفوا كيفاش خديت انا الفيروس، لان نتوما عارفين ان الفيروس كيتنقل بسرعه. انا نهار 2 اليوم الخميس، انا نهار 2 مشيت للخدمه وكنت ان كونطانطو مع واحد السيده، يعني واحد السيده كانت معايا في الخدمه. ملي دخلت انا كنعطس وانا نيفي كان تيدوز وراسي بدا كيضرني، وقلت واقيلا ضربني البارد ولا الطوموبيله كنت فيها سخونه وخراج مع راه كان صار طايح الثلج. المهم قلت راه تكون شي حاجه بحال هكا ولا ضربني البرد. على علم ان هذيك السيده كانت الحد في العشيه، يعني نهار قبل كانت في واحد المطعم، وهذاك المطعم كانت هي وراجلها وبنتها، وهذاك المطعم عيط لهم مولاه قال لهم خاصكم تمشيو ديروا الطامبوني راه لقاو شي واحد بوزيتيفو، يعني بوزيتيفو عنده تحليله ايجابيه. ملي مشاو داروا التحليله راجلها وبنتها خرجوا نيجاتيف يعني سلبيين، وهي خرجت ايجابيه. الورا قالوا لها خصك تعلمي كاع الناس اللي كنتي ان كونطاطو معاهم، وكنت من بينهم انا 2، انا الاولى اللي تلاقات معايا، وكنا تقريبا 3 السوايع انا وياها في الخدمه. انا عيطت ليا 3 قالت لي سيري ديري التحليله. البنات انا ثقوا بيا، ملي قالت لي سيري ديري التحليله عرفت راسي بوزيتيف، حيت هذاك الشيء اللي كتحسي به ديال الفيروس ماشي هو داك الشيء اللي كتقولي حكا راه ضاربني البرد حكا راه لا. اول حاجه البنات كيمشي لك الذوق. دابا انا كنهضر معاكم دايره قرنفل في فمي. كيمشي لك الذوق، كيمشي لك الشم عندك حدك حدني فيك هنا. المهم داكشي حدو حد هنا، يعني ماشي كديري واحد الشهيق وكيهبط ما كتحسيش به كاع، وهنا كتحسي براسك بحال عندك واحد تحرجيجه هنايا. شي حاجه واحله هنا. المهم كيجيك داكشي ماشي هو برد عادي ولا تقولي صافي راه غير برد خفيف، لا هذا بروبريو فيروس البنات. لهذا البنات ميراكوماندو خذوا احتياطاتكم. شوفوا انا شنو انا ديما كنت غاديه بهذا المبدا هذا. انا كنت من الناس السباقين اللي بغاو يديروا الجلبه، ودرت الجلبه الاولى ودرت الجلبه الثانيه، وهذا كان من حسن حظي لان دابا ما عنديش دوك الاعراض. انا مالي يعني حاسه براسي مريضه، حاسه براسي فيا ديك الدقديقه وديك التسخسيخه ولكن كون ما كنتش داكه الجلبه كانوا غيكونوا عندي اعراض كثر من هكا. علاش البنات ملي درت تحليله البنات ثقوا بيا، ملي خرجت درت تحليله وخرجت غير نجلس في الكراسه نتسنى يجيني الايميل، بقيت كنعطس تتخلعوا. سدوا البيبان سدوا كلشي وخرجوا الناس، وانا خرجوني من الباب اللوراني. يعني شي حاجه كتكون غير على داكشي اللي تيكون عادي. قال لي المهم اما سيري سدي عليك، حسيتي براسك مريضه بزاف سيري للسبيطار وخصك تعلمي الطبيب ديالك. انا لحسن حظي كان طبيبي كاين في ديك العشيه، كان من 3 ل 6. مشيت عند الطبيب ديالي عارفني جالبه،
المهم عطاني طاكيبيرينا البنات اللي ما يعرفوش هو واحد المسكن كنشربو انا بالليل، لان بالليل فين كتضيق عليا نفسي بزاف. بالنهار بالنهار ماشي مشكل، ولكن بالليل كيولي عندي واحد الضيق في التنفس. فمي البنات باسل عليا الشمان، ما كنشم حتى شي حاجه ومسخسخه. شوفوها عينيا كيفاش دايرين، واحد التسخسيخه ما نقولش لكم عليها. ونعاسي مخربق، صافي. انا من 3 وانا ساده عليا، وبطبيعه الحال شديت وليداتي معايا في الدار ودرت لهم حتى هما التحليله. هما سلبيين يعني نيجاتيفو، انا اللي بوحدي بوزيتيفا، لهذا سد عليا في بيتي بوحدي. اش غنقول لكم، الله يرفع عنا هذا الوباء، لان صراحه شويه قاصح. انا كنهز الهم هذوك اللي ما جالبينش يحضيو راسهم بزاف، لان كيقولوا دابا هما تيقولوا، انا هادشي دابا جربته. اللي جالب ما كتجيش ديك الاعراض اللي ما يبقاش كينهج، لا كيكون داكشي شويه الاعراض ديالو خفيفه. لهذا البنات خذوا احتياطاتكم، بزاف بزاف بزاف. يعني احنا كنمشيو نخدمو، كنمشيو نديو ولادنا المدرسه، يعني كنتخالطوا، ما عندنا ما نديرو، لان صافي هو ولا عايش معانا. ولكن خذوا احتياطاتكم. انا كنت كنقول ديما غنمشي نجيبو من شي بلاصه كتكون عامره، ولا ما نتخلطش بالناس بزاف ولا شي حاجه. في الاخر مشيت جبتو من عند وحده مني ليا. الحمد لله على كل حال. هادشي اللي غنقول لكم البنات. بغيت غنقول لكم اللي فايته جاتها بحال هكا، جاها هاد الفيروس بحال هكا. تقاسموا معايا شنو كنتو كطيبوا، شنو كنتو كتشربوا. انا لحد الساعه كندير القرنفل في فمي، وكيعجبني ناكل شي حاجه حامضيه على الاحمر، داكشي في شي حاجه فيها الحامض، شي حاجه فيها الليمون اللي هو البرتقال. المهم انا دايره حدايا هنايا جايبه الموديفيكاتور باش يعقم ليا البيت ويطلق ليا واحد الريحه زوينه في البيت. المكملات بالنسبه للماكله البنات كناكل عاديه. المكملات الغذائيه ديالي باقا متبعاها. تخيلوا معايا واحد الحاجه، هذه انا كنشربها وباقا كنشربها. فيرو في الايامات العاديه اللي كان عندي الذوق، هذه سميتها الموا، كاينه في البروغرام ديالنا. ملي كان الايامات العاديه اللي كان عندي الذوق كنت كنشربها معايا فيها السكينجبير. هي فيها 36 فاكهه وخضار. هذا بحال كتشربي عصاره ديال 36 خضره و36 فاكهه. ملي كنت كنشربها بروبريو كنت كنحس بداك الالوفيرا، بداك السكينجبير تيحرقوا، ولكن كنصبر ليهم حيت كترجع ليا بالمنفعه. دابا وليت كنت كنشرب وحده في النهار، دابا كنشرب جوج. دابا راه 5 العشيه، شربت وحده مع 11، دابا غنشرب وحده اخرى. علاش؟ حيت انا باغا ديك القرصه ديال السكينجبير غير هنا تقرصني، لان هنا البنات انا فين واحد ليا داكشي عرفتو كون نقدر نشرب منها حتى دي بيو، ولكن قلت ما نكثرش. دابا كنشرب جوج، لان الوحيده اللي حاره وكنحس بها ماشي بواحد النسبه كثيره، بواحد النسبه قليله. المهم هي اللي حاليا كنشرب. بطبيعه الحال كنشرب حتى المكملات. هنا غادي نوريكم الورقه اللي خرجت فيها بوزيتيفو ديال الفارماسيان. ها هي البنات، ها هي بوزيتيفو، شفتوها. كومونكوي الحمد لله. خذوا نتوما احتياطاتكم بزاف بزاف بزاف، بالاخص في هذه الفتره اللي الجو كيبدا يبرد. مازال في الصيف تيكون الجو شويه سخون، ولكن دابا جا كيزيد برد الحال، كيبدا ينتقل بواحد السرعه اللي هي كبيره. عندكم حتى مع وليداتكم الا كانوا صغار. انا وليداتي صافي جلستهم وصافي ما غيدخلوا حتى لشهر واحد، لان السيمانه الجايه عطله ديال راس العام. وهادشي ما كاين البنات. اللي بغيت نقول لكم، اللي فايته دارت شي حاجه ورجعت عليها بالمنفعه تقاسمها معايا. انا لحد الساعه من 3 اليوم الخميس كندير غير القرفه
ورا القرنفل كنطبخهم في كاسرونه وكنستنشقهم، بيرو ما كنستنشقهمش مزيان لان داكشي عندي حد وحد هنا، يعني واخا كنستنشق ما كنحسش بداكشي مشى ليا يعني معدات، نو كنحس به باقي واحد ليا هنا. الاكل كناكل عادي، ولحد الساعه كنشرب غير لي تيزاني كنعصر عليهم الحامض. تيزاني هما دوك الطي اللي بوستيني كنشربهم كنعصر فيهم الحامض، حيت كنبغي كاع الاشياء اللي كتكون حمضيه. الماكله كناكل عادي كما كنت مولفه في داري، كناكل لانني محتاجه للاكل. وهاد التخسيخه البنات اللي فيا نتمنى انها تحيد عليا، ونتمنى ان نتشافى، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى، والله يرفع عنا هذا الوباء، الله يرفع عنا هذا الوباء. وبسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله، وما تنسونيش من دعواتكم. بسلام عليكم.